معانا محمد عوف زميلنا ونقل لينا طبعا المشهد من هناك واجواء الفرحه اللي يعني بترتسم على وجوه الجميع. ومحمد طبعا عوف، كل سنه وانت طيب وعيد سعيد علينا وعلى الجميع وعلى مصر كلها. نعم، يعني تتواصل الاحتفالات في محافظة الغربية بعيد الفطر المبارك، وكل عام وحضراتكم بخير. ونحن الآن في حديقة الأندلس بطنطا، حيث يتوافد الكثير من المواطنين على هذه الحديقة للاحتفال بعيد الفطر المبارك وقضاء يعني وقت ممتع داخل الحديقة. معنا أولا يعني للتعرف على مدى الاستعداد في الحديقة لاستقبال المواطنين الدكتورة مروة أحمد، مدير الحديقة في طنطا. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتورة. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك لو تكلمينا عن مدى الاستعداد هنا في الحديقة ايه؟ والله احنا بنعمل استعدادات دوريه سنويه كده، بنجهز المكان لاستقبال الزوار، بنبقى متواجدين دايما من الصباح الباكر موجودين مع الجمهور. بنجهز اماكن عرض الحيوانات بحيث ان هي تبقى جاهزه للعرض بشكل ملائم للزوار. وفي حاجات احنا السنه دي بصراحه ما عملناهاش، لان خلاص الحديقه يعني في خبر عايزين نقوله ان الحديقه تم تسليمها للقوات المسلحه عشان خاطر تبدا اعمال تطوير فيها ان شاء الله بعد العيد على طول. وبنشكر وزير الزراعه واللواء ابراهيم محروس رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه واللواء محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه، لان في عهدهم يعني هيتم عمل انجاز في حديقه حيوان طنطا بعد زمن طويل، ان هي هيتم تطويرها بشكل مناسب يليق بالحديقه ويليق بمحافظه الغربيه وباهالي طنطا. يعني تبقى بشرى صار للمواطنين محافظة الغربية بحيث ان هم يقضوا وقتهم في حديقة الأندلس اللي هي بتعتبر المتنفس الوحيد لأبناء المحافظة الغربية. هي بصراحة القوات المسلحة يعني خلاص تم فعليا تسليمها فعلا الموقع للقوات المسلحة، وهيتم تطويرها بشكل ملائم وبشكل يليق بالجمهور. واصلا الحديقة هنا في موقع متميز في محافظة الغربية، فهتبقى ان شاء الله حاجة يعني تشرف الإدارة عندنا وتشرف الهيئة وتشرف محافظة الغربية وأهالي محافظة الغربية. شكرا جزيلا، بشكر حضرتك. ومعنا ايضا بعض اللقاءات مع بعض المواطنين. يعني كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانتم طيبين ومصر كلها طيبه. قضيت العيد ازاي انت والاسره؟ والله احنا هنا جايين هنا منتزه، واللي انا شفته في المنتزه احزنني جدا. اللي انا شفته من زمان غير دلوقتي خالص، واسعدني جدا اللي انا سمعته دلوقتي ان القوات المسلحه هتاخد جنينه الاندلس وهتطورها وهتبقى شبه زي حديقه الحيوان بالجيزه. وفرحني جدا جدا الخبر ده جدا، لكن اللي انا شايفه كده والمواطنين فرحانين جدا جدا جدا. وكل سنه وانتم طيبين ومصر كلها طيبه. صح حضرتك طيب. وايضا يعني نتواصل في اللقاءات مع المواطنين. طلب حضرتك استاذ باسم اشرف. استاذ باسم، يعني لو تقول لي انت بقى والاسره شايفكم مع الاسره يعني قضيتوا ازاي وقتكم هنا؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بحب اقول للشعب المصري كل سنه وهم طيبين، وخصوصا مشاهدين قناه النهار. انا اساسا من كفر الشيخ، وحبيت اقضي العيد النهارده مع خطيبتي واهلها، وحبيت اقول لهم كل سنه وانتم طيبين ونخرجهم يبقى يوم سعيد علينا كلنا كده، والحمد لله يعني. الحمد لله. يعني كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك قضيت العيد ازاي؟ قضينا اول يوم لفينا على اهلنا وحبايبنا وجيراننا وكده، وكل سنه وانتم طيبين. والنهارده في الحديقه بنتفسح مع العيله. حضرتك من كفر الشيخ؟ لا، من طنطا. من طنطا. انا وسام بحضرتك، منورين الحديقه. ربنا يخليك. طبعا شاف العيد زمان اختلف عن دلوقتي؟ هو اختلف كتير بصراحه. هو زمان كان يعني احسن من كده كمان، بس احنا برضو بنحاول نخليه جميل، بنحاول نخليه احلى. بس كده برضه التزاور الاسري وكده يعني ولا؟ طبعا بنزور بعضنا وبنود بعضنا كلنا، مع الاهل والاقارب والاصدقاء وكل حاجه. استنى بص. شكرا جزيلا، كل سنه وحضرتك طيبه. يعني انت بقى تقولي لي كشابه بقى صغيره كده، يعني قضيت العيد ازاي؟ والله كنت مبسوطه وكده، قضيته مع ماما واصحابي واهلي وكده بس. خدت العيديه ولا لسه؟ خدتها. عملت بقى ايه بقى؟ يعني خرجت جبت حاجات وكده، بس اتبسطت يعني، كان عيد حلو وقضيته مع اهلي واصحابي وكده بس. وحضرتك بقى؟ النهارده كان احلى يوم بصراحه في حياتي، كان مع اخواتي وخطيب اختي، فكان احلى يوم يعني بصراحه، ومع العيله وحبايب يعني، فقضينا يوم جميل الحمد لله يعني. شكرا جزيلا، كل سنه وانتم طيبين. نعم، يعني كانت هذه اراء بعض المواطنين في محافظه الغربيه في حديقه الاندلس في طنطا، حيث يعني الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وكل عام وحضراتكم بخير. والان عوده الى الاستوديو. شكرا يا عوف يا محمد، شكرا ليك. طبعا الغربيه وطنطا يعني اهالينا وجيراننا برضو، الناس بتخرج برضو للمتنزهات وكل واحد بيخرج في مكانه. طبعا يمكن
الاباء وطبعا الامهات لا حدش عايز يسوق ولا يركب مواصلات، يعني يروح اقرب متنزه ليه يفرح اولاده ويغيروا جو، وده هو المطلوب وده هو المطلوب. لكن في ناس بقى بتحب يعني تديها وتسافر، خاصه في ناس كده كانت مع اخر يوم رمضان بعد ما يفطروا يريحوا كده وبعدين يطلعوا يسافروا. ده اللي حصل مثلا في شرم الشيخ والغردقه والحاجات